السلام عليكم بنات ومرحبا بكم كاملين في فيديو جديد ونهار جديد. هذا الفيديو هذا ان شاء الله غادي نشارك معكم في استعمالات اكياس التسوق. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش انكم تخليو لي جيم التعليق ديالكم ونقول لكم فرجه ممتعه. فاول استعمال نقدر نشاركو معكم هي ملي كنبغيو نصبنوا الحويجات ديالنا وتقاشرت يكونوا مع الحوايج، فاكيد يا اما يتوضروا لكم هكا في الماكينه اولا كيكحزوا القدام ديال الماكينه وما كياخذوش حقهم في هكا في لا بالنسبه للصبان ولا بالنسبه ايضا حتى للتعصار. لهذا ممكن تعتمدوا على هذه الطريقه، ديروهم هكا وسط هذا الكيس وكتعقدوه، وضروري ما تخليو واحد الفراغ اللي كبير وسط الكيس قبل ما تعقدوه، ومن بعد كتديروا هكا في الماكينه مع الحويجات ديالكم كيتصبنوا عاديين وفي نفس الوقت كيبقاو مجموعين. وثاني استعمال ليهم هو انني كي بغيتي تحافظي على البصله ديالك اولا الثومه مده طويله كتاخديهم فقط هما وكتحاولي انك تلفيهم على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا، وكناخذوا واحد المقص كنقطعوه بداك المقص بحال المثلثات اللي كيكونوا صغارين، اكيد ما تكبروهمش بزاف خصوصا بالنسبه للثومه، وملي كتحلوهم كيعطيكم بحال شكل معين. من بعد ما حليتها غادي نعاود نقطعها من الجهه الوسطى، وكيف ما كتبان لكم كتجي كلها منفسه ومهويه. كنديروا فيها الثومه ديالنا وكنحتفظوا بها. وبالنسبه للبصلات تاخذوا قفيفات بحالهم ما يكونوا كبارين وديروا نفس الطريقه. بالنسبه للبنات بامكانكم تحتفظوا بهم سواء كانوا في المطبخ او لا كانوا في البالكون، فيما حطيتوهم كيبقاو مزيانين كانكم يلا خديتوهم. وثالث استعمال اللي اكيد غينا الاعجاب ديالكم، ومن اليوم ما غتبقاوش تلوحوا هاد لي صاك. بالنسبه للبنات لهذا الاستعمال هذا هو انكم بالنسبه للسبرديلات دائما كيعطيونا ماشي غير سبرديلات، الاحذيه كامله بصفه عامه كيعطيو ريحه اللي كتكون غير مستحبه هكا ملي كنلبسوهم. فهاد الطريقه هذه البنات تخلي لكم ريحه ديال السبطات ديالكم دائما ريحه ديالهم مزيانه. كناخذوا البنات هاد الكيس هذا كيف ما كتشوفوا كنقطعوه مربعات اللي كيكونوا صغيورين. انا راه جاوني شويه مستطيلات، من الاحسن ان مستطيلات من احسن يجيكم هكا مربعات. كناخذوهم غير هكا صغيورين وكناخذوا اي عشبه هكا اللي غتعطيكم ريحه زوينه. بالنسبه لي البنات انا دائما كنستعمل هكا هكا الخزامه لان هي كتعطي ريحه اكثر وزوينه بزاف. تقدروا تستعملوا حتى فليو الريحان الزعتر، المهم اي ريحه نتوما كتبغيوها استعملوها. كيف ما كيبان لكم درت واحد شويه ديال تقريبا واحد الملعقه صغيره ديال الخزامه كنديرها هكا لداخل، وكناخذ واحد طريف نيس منه كنعقدهم على هذا الشكل هذا وكنخليهم دائما في مثل لبسي الحذاء ديالك قبل ما انك تخبيه. خليه في البالكون اولا في قباله الباب، المهم شي بلاصه اللي كتكون فيها التهويه، المهم حتى كيتهوى مزيان وكتحيد منه شويه الريحه. ومن بعد كنديروا فيه هكا هاد اللعيبات هادو اللي صاوبنا كتخشيو حيده في كل فرده وكتخبيه ديك الساعه. واخا يبقى لكم البنات حتى مده عام ما لبستوش، نهار اللي غادي تجبدوه غتلقاو الريحه ديالو غزاله كانكم معمرينه هكا بالخزامه، رغم انكم درتو فقط غير معلقه راه كتعطي ريحه اللي هي كثيره. رابع استعمال ديالهم ملي كنبغيو ننظفوا ونعقموا الزربيه ديالنا كناخذوا فقط واحد البخاخ وكنديروا فيه 4 كاس ديال الخل سواء الخل الابيض او الخل العادي، وكنكملوا الكماله ديال الكاس بالماء. كنديروا واحد الملعقه كبيره ديال بيكربونات الصودا، واحد شويه ديال الملح تقريبا 4 معالق ديال الملح، واي معطر عندكم تقدروا تستعملوه. كنديروا في داك البخاخ وكنرشوا مزيان على الزربيه، ومن بعد كنديروا كنلبسوها كيف ما كتشوفوا هكا ساك وكتشطبوا بها مزيان. فهي كتجمع لكم الخمله وفي نفس الوقت كتنشف لكم شويه من داك الماء وكتنظف لكم الزربيه ديالكم. اكيد بالنسبه للبنات لهاد الخلطه هذه فهي كتنظف الزربيه وكتعقمها وكتعطيها اللمعان. وبالنسبه للبنات الملح اللي فيها فهو كيحيد لكم كاع الريحه اللي كتكون خايبه في الزربيه سواء ريحه الغموله او لا غير ذلك، كلشي غيتحيد ما غيبقاش. وهاد الطريقه البنات تقدروا تعتمدوا عليها حتى بالنسبه لتنظيف الحائط، غير هي بالنسبه للخلطه تقدروا يعني تخلاو عليها ديروا فقط غير الخل، فهو اكيد غيدي ينظف لكم الحائط ديالكم ويخلي فيه اللمعان. وبالنسبه للاستعمال ديالهم الخامس على ما اظن اولا السادس، الا بغيتو تيبسوا اي حاجه عندكم هكا سواء مثلا قشور رمان او لا شي حاجه هكا في الاعشاب سواء الخزامه او لا فليو او لا ازير، المهم اي حاجه بغيتو تيبسوا او لا قشور الحامض قشور البرتقال تقدروا فقط تستعملوا غير هاد لي صاك هادو كديروهم. بالنسبه للبنات هادو اللي كنشاركهم معكم يبسهم فانا يبستهم غير بهاد الطريقه. كناخذ هكا مثلا فليو ربيطه ديال فليو
كي كنجيبها كنخشيها هكا في هاد الساك هذا، وكنعلقها فقط غير في المطبخ ديالي. كنساها تقريبا واحد لمده 15 يوم او لا اكثر، كنلقاها البنات يبسات بلا ما تحتاجوا انكم تعرضوها هكا للشمس لا والو. غير يحاولوا ما تخلطوش جوج حاجات، خليو كل حاجه بوحديتها في الساك ديالها بوحديتو، لان حاجه كتخسر الاخرى. وبالنسبه للاستعمال ديالهم ساس، الا كان عندك هكا شي فاكهه اللي مازال ما طيباش بعويد اولا هكا بنان اولا حامض، المهم اي حاجه مازال ما طيباش، تقدري ديريها فقط في هاد الاكياس هادو، فهما كيساعدهم انهم يطيبوا في مده اللي هي قصيره. كديروهم هكا عادي وتحتفظي سواء كانوا في الثلاجه اولا برا على الثلاجه. بالنسبه للبنان اكيد برا على الثلاجه. بالنسبه للفواكه الاخرى تقدري ديرهم في الثلاجه وتخليهم يطيبوا على راحتهم، غيطيبوا لكم في مده اللي هي قصيره. كنتمنى يا ربي الفيديو نال الاعجاب ديالكم وتكونوا استفدتوا منه، ولا بغي حاجه قليله ولا بغي فكره واحده. ونقول لكم دمتم في رعايه الرحمن. بسلامه.